طريقة عمل السبانخ باللحمة بتكات أول مرة تشوفيها. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض طريقة عمل السبانخ باللحمة بطريقة بسيطة وسهلة جدا، وبإضافات وتكات هتخلي طعمها حلو جدا، وإن شاء الله لما تشوفيها هتجربيها. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. عندي هنا لحمة بتتسلق، يعني أنا هسلقها بالطريقة العادية وأخليها نص تسوية. بعد كده بقى عندي هنا معلقة كبيرة من السمنة، هضيف عليها واحدة بصلاية كبيرة متقطعة قطع صغيرة. هضيف البصل كده مع السمنة واقلب تقليبة بسيطة، بس من غير اضافة ملح او اي اضافات. يعني احنا هنعمل البصل وهقلبه كويس كده، واول ما يبتدي يدبل معايا ويبقى لونه اصفر كده هنضيف عليه اللحمة اللي هي استوت نص تسوية. هقلب كويس اللحمة مع البصل من غير ما نضيف عليهم ملح، علشان اللحمة تستوي معايا بسرعة وما تاخدش معايا وقت كتير. بصوا بعد ما قلبتها كويس مع البصل، عندي هنا كمية من الطماطم فرمتها كويس وصفتها. هنضيف الطماطم على اللحمة والبصل واقلبها، ونضيف لها يعني حوالي نص كوباية من الشوربة، واسيبها بقى تستوي كويس اللحمة والطماطم بتاعتنا والخلطة بتاعتنا تتسبك وتبقى كويسة. يلا بقى نشوف السبانخ بتاعتنا. عندي كمية من السبانخ طبعا، غسلتها كويس وهقطعها قطع صغيرة. هقطع الكمية بتاعت السبانخ كلها بنفس الطريقة دي. ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تعملوا الاشتراك ولايك وتدوسوا على زر الجرس. هقطع السبانخ كلها بنفس الطريقة كده، بنفس التقطيعة دي، اصغر حاجة يعني على قد ما تقدري. الاضافة بقى بتاعتنا او التكاية بتاعتنا اللي هي الكزبرة الخضراء. الكزبرة الخضراء بتدي طعم وريحة حلوة جدا للسبانخ. لما ان شاء الله تجربوها بنفس الطريقة دي هتعجبكم جدا. هقطع الكزبرة كده برضو قطع صغيرة جدا، يعني زي السبانخ كده. هقطع الكمية كلها. انا حطيت قد ايه كزبرة؟ حطيت حوالي على نص كيلو السبانخ نص حزمة من الكزبرة. المقدار ده حلو جدا وبيدي طعم وريحة حلوة جدا. يلا بقى نشوف اللحمة بتاعتنا والتسبيكة. بصوا خلاص هي كده. عندي الطماطم بتاعتي اتسبكت خلاص، واللحمة كمان استوت. هنضيف بقى باقي الإضافات بتاعتنا دلوقتي علشان نكمل بقية الوصفة. عندي هنا كمية السبانخ والكزبرة اللي أنا قطعتها مع حضراتكم، هضيفها كلها على اللحمة والتسبيكة ونقلب بقى كويس. في الفترة دي هنضيف عليها كمية بسيطة من الشوربة، هنقلب تقليبة بسيطة كده. وبعد كده بقى هنضيف اكيد المكون بتاعنا اللي هو الرز، اكيد كلكم عارفينه. يعني اكيد حضراتكم عارفين ان الرز ده بيديها طعم وبيديها طعم حلو جدا. انا هضيف معلقة واحدة بس، يعني معلقة من المعلقة من معالق الاكل الكبيرة العادية. ضفت معلقة من الرز. هضيف بقى عليها، يعني ده نص كيلو من السبانخ عليه معلقة من الرز ونص حزمة من الكزبرة الخضراء. هقلب كويس كده، وبعدين هضيف حوالي مج كده من الشوربة وهغطيها واسيبها بقى معايا لحد ما تستوي خالص. وبعد ما تستوي هرجع لحضراتكم وتشوفوا السبانخ بتاعتنا بعد ما استوت. بصوا خلاص كده بعد بقى ما استوت خالص، والرز استوى والسبانخ كمان استوت وبقت جميلة جدا كده. خلاص كمان اللحمة استوت، يعني السبانخ بتاعتنا جاهزة. هنضيف بقى، نبتدي نضيف الملح، وبعدين هنضيف فلفل اسود، والاضافة برضو بتاعتنا اللي بتدي طعم وريحة حلو جدا حوالي نص معلقة من الكزبرة الناشفة. الكزبرة الناشفة دي بتدي طعم حلو جدا وبتظهر طعم وريحة الكزبرة اللي احنا حطيناها في البداية. هقلب كويس كده، هقلب كويس الملح والتوابل اللي احنا حطيناها للسبانخ. وكده السبانخ بتاعتنا جهزت ومش محتاجة اي حاجة تاني. فاضل لها بقى التكاية الاخيرة اللي هي تدي طعم وريحة حلو جدا، هيوديلك السبانخ بتاعتك في حتة تانية خالص. ايه بقى التكاية دي؟ هنحط معلقة سمنة بلدي كبيرة حلوة كده، وبعدين عندي معلقة كبيرة مفرومة، عندي معلقة كبيرة توم مفروم. وهنعمل بقى طشة للسبانخ بتاعتنا. هقلب كويس كده التوم
مع السمنة، واول ما يبتدي يصفر معايا ياخد الدرجة يعني اللي حضراتكم عارفينها، هنضيفه بقى ايه على السبانخ بتاعتنا. بصوا بقى التوم اصفر وبقى لونه حلو جدا. هنضيف الطشة بتاعتنا دي على السبانخ. هنزل كل التوم بتاعنا، الطشة بتاعتنا دي هننزلها على السبانخ. مش قادرة اقول لكم بقى على الريحة بتاعت السبانخ بتاعتنا، رهيبة. يعني اللي هيشم الريحة بتاعت السبانخ بتاعتك دي هيقولك انتي عاملاها ازاي. هنقلب كده الطشة كويس مع السبانخ، وكده بقى طبق السبانخ بتاعنا خلص، مش محتاج حاجة تاني. يلا بقى نغرف السبانخ بتاعتنا الجميلة الحلوة دي. بصوا شكلها عامل ازاي، حلوة جدا جدا، وطعمها حلوة جدا، وطبعا كلها حديد وكلها فيتامينات، مفيدة جدا للأطفال وللكبار، ومن أحلى الأكلات اللي بتبقى موجودة في الشتاء. السبانخ بتاعتنا بطريقة جميلة وبسيطة وبتكات أول مرة تشوفيها، وإن شاء الله لما تجربوها هتعجبكم، وبألف هنا وشفا من قبل ما تعملوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.